السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض كورس الكتابه اللي بدأناه الحلقه اللي فاتت. دي طبعا الحلقه الثانيه، وهسيب لكم لينك الحلقه الاولى في الوصف تحت الفيديو. بعد ما اتكلمنا في الحلقه الاولى عن parts of speech اللي هي اجزاء الكلام، هنتكلم النهارده ان شاء الله عن sentence structure. ايه هي sentence structure؟ تركيب الجمله، ازاي اكون جمله من اول كلمه واحده لحد ما اكتب الجمله الطويله المعقده اللي فيها اكثر من فكره. معاكم مس رشا جلال، ودي قناتي مس انجليزي. يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناه ينزل بسرعه يفعل شير الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن sentence structure اللي هو تركيب الجمله. انا عندي هنا هسأل نفسي سؤالين: ايه هي ابسط جمله في اللغه الانجليزيه؟ وايه اللي محتاجاه كل جمله في اللغه الانجليزيه؟ دول السؤالين دول مهمين جدا. ابسط جمله في اللغه الانجليزيه اللي هي الامبيراتيف سنتنس او الجمله الامريه. ابسط جمله في اللغه الانجليزيه ايه؟ هي الجمله الامريه. لما نقول لحد يعمل حاجه، نقول لحد يعمل ايه؟ حاجه. على سبيل المثال لما اقول لك مثلا run، دي جمله. لما اقول لك مثلا leave، مشي، اترك المكان، دي جملة. لما اقول لك work، اشتغل، دي جملة. خلاص، يبقى هنا عندي الجمل اهي اتكونت من كلمة ايه؟ واحدة. run، leave، work، دي كلها جمل. تمام. بس طبعا يا مس الجملة اللي انا بكتبها او اللي انا محتاجها، الجملة دي مكونة من اكتر من كلمة. تمام، ما احنا جايين لك، احنا قلنا هنبتدي بكلمة واحدة ونوصل لجملة كبيرة خالص. تمام. طيب الجملة بقى، كل جملة أو الجملة البسيطة اللي احنا بنكتبها بنبتديها من إيه؟ من كلمتين اتنين. إيه هما الكلمتين دول؟ السبجكت والفيرب. السبجكت والفيرب. subject اللي هو إيه هو السبجكت؟ اللي هو الفاعل. وفيرب اللي هو الإيه؟ الفعل. طيب الفاعل ده ممكن يكون إيه؟ الفاعل ده احنا قلنا قبل كده ممكن يكون اسم أو ضمير. السبجكت ده ممكن يكون اسم noun أو pronoun، اسم أو إيه وضمير. والفعل طبعا إحنا هنعرف الكلام ده بالتفصيل. مثلا على سبيل المثال لو خدت فعل من اللي أنا كاتباهم فوق وقلت لك مثلا run، ورقة وقلم طبعا وبتسجل معايا كل كلمة أنا بكتبها. قلنا أبسط جملة إيه أو أبسط جملة أنا بكتبها؟ جملة محتاجة subject وverb. subject وverb، فاعل وفعل. قلنا السبجكت ده ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون noun أو pronoun، اسم أو إيه أو ضمير. لو خدنا أفعال من اللي احنا كتبناها فوق أو أي فعل أيا كان، قلنا مثلا علي runs، علي runs، علي runs، علي runs، علي يجري. بقول she left، هي غادرت، هي مشيت. they are playing، هما بيلعبوا. تمام. كل ده عايزة أوضح لك الجملة البسيطة خالص، فاعل وفعل. كل ده بوضح لك الجملة البسيطة خالص اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فاعل وفعل. تمام. طيب نيجي بقى نفصص الجمل اللي احنا كتبناها دي، إن هي جمل بسيطة. فقلنا الفاعل قلنا أو السبجكت بيجي يا اسم زي علي أو ضمير زي شي وزي ذي. تمام. طب الفعل بقى، الفعل ده ممكن يجي مضارع زي runs ومضاف له اس عشان مع هي وشي وات أو مع الاسم المفرد، وممكن يجي ماضي تصريف تاني زي left، وممكن يجي continuous يعني مستمر زي عندي هنا present continuous المضارع المستمر are playing. تمام. يبقى تغيير الفعل ده مغيرش، يعني تغيير زمن الفعل مغيرليش هيكل الجملة، مغيرليش هيكل الايه الجملة. في الاخر خالص دول كلهم اسمهم فاعل ودول كلهم اسمهم فعل. يعني انا لو جيت اعرف الجملة دي او اقول هقول ان ده subject وده verb. تمام. ادي اول حاجة. في جمل تانية برضو هتبقى مكونة من فاعل وفعل، ولكن مش هينفع احط فول ستوب او اقول ان دي جملة كاملة. زي مثلا ما اقول علي feeds، علي feeds، علي feeds ايه؟ هلاقي نفسي ان انا بسأل هنا نفس سؤال what، يعني علي بيطعم ايه؟ علي بيطعم ايه؟
علي feeds the birds، علي feeds the baby، علي feeds ايه بالظبط؟ she wants هي تريد. طب هي تريد ايه؟ هي عايزة ايه؟ she wants ايه؟ برضه هتلاقي نفسك بتسأل نفسك سؤال برضه بوات. عندك بقول they went هم ذهبوا. they went where؟ راحوا فين حتة؟ هتلاقي نفسك برضه بتسأل نفسك سؤال. يبقى في حاجة، نرجع حاجة هنا للأساس في الجملة السمبل سنتنس أو الأساس في الجملة إن هي تكون تحتوي على فكرة وفعل، ما يكونش محتاج مش هسأل نفسي السؤال ده، لأن عندي في بعض الأفعال لازم يجي بعدها مفعول أو لازم يجي بعدها تكملة، وبعض الأفعال خلاص ما بتحتاجش المفعول، ما بتحتاجش التكملة. زي ما قلنا إيه؟ علي رانز، خلاص عرفنا إن هو بيجري. عندي هي left غدرت، خلاص عرفنا إن هي غدرت، ما سألناش نفسنا سؤال هنا. يبقى الجملة لازم تحتوي على فكرة كاملة، لازم تحتوي على فكرة ايه؟ كاملة. وده اللي انا حاولت اوضحه لكم، يعني ان انا مش اي فاعل وفعل ينفعهم جملة كاملة، لا طبعا لازم يكون الفعل ما بيحتاجش لتكملة، ما بيحتاجش لايه؟ لتكملة عشان احط النقطة او اقول ان دي جملة كاملة. تمام؟ نيجي بقى ازاي ناخد جملة زي دي علي runs واكبرها واضيف عليها معلومات. زي ما وعدتكم طبعا انا بدأت هنا الجملة بكلمة واحدة اللي هو run، فعل امر اجري. قلنا علي runs، علي runs، علي يجري. طيب لو انا عايزة اطول الجملة دي شوية يبقى هضيف معلومة. ايه المعلومة اللي ممكن اضيفها؟ an adverb of place، ظرف مكان. هقول he runs او علي runs around the park. علي runs around ايه؟ the park. هو يجري فين حتة بقى؟ بس هنا طبعا الإضافة مش لازم، الإضافة مش لازم. بمعنى إيه؟ إن أنا لو شلت اللي أنا كاتباه بالأزرق ده هقول علي runs جملة كاملة، علي runs الجملة إيه؟ كاملة. بس أنا هنا لما ضفت الإضافة زودت معلومة، علي runs around the park. طيب عايزة أزود المعلومة أكتر، هقول إيه؟ علي runs around the park إمتى؟ every morning. يبقى هقول علي runs around the park every morning. تمام؟ يبقى أنا كده بزود الجملة أو بطول في الجملة بتاعتي عن طريق إضافة معلومات زيادة. معلومات إيه؟ زيادة، مع العلم إن الجزء الأساسي الفعل، والفعل ممكن أكتفي بيه وأحط نقطة وهتبقى جملة كاملة، وأقول علي runs around the park every morning. ودي كلها ما زلت بقول إن دي كلها اسمها الجملة البسيطة. الجملة الإيه؟ البسيطة simple sentence. simple sentence ليه اسمها جملة بسيطة؟ لأن هي بتحتوي على فعل واحد. طب لو أنا عايز أحول الجملة البسيطة دي لجملة معقدة، لجملة بقى طويلة، هقول هنا إيه؟ هضيف رابط الجملة. إيه هو تعريف الجملة الطويلة في اللغة الإنجليزية؟ الجملة الطويلة a sentence with two parts, two or more parts. هي جملة بجزئين اتنين joined with a conjunction. A sentence with two parts joined with a conjunction. يعني هي جملة فيها جزئين اتنين مربوطة بإيه؟ برابط، اللي هو رابط زي الروابط اللي احنا خدناها اللي هو and, but, if, when, although, because وهكذا. طيب عايزين نحول الجملة دي لجملة معقدة، هقول إيه؟ هقول كده زي ما احنا شايفين علي runs around the park every morning. الجملة البسيطة اهي، جبنا رابط اهو so لذلك ايه بقى؟ he is in pretty shape. وضفت معلومة تانية علشان كده هو ايه؟ هو شكله او هيئته جميلة طبعا عشان هو بيجري وبيعمل رياضة so he is in pretty shape. خلاص بقول هنا علي runs around the park every morning so he is in pretty shape. وبكده عرفنا ازاي نحول الجملة البسيطة لجملة معقدة. الجملة المعقدة بتحتوي على جزئين two clauses وطبعا بيربطهم رابط. ايه هو الرابط؟ وبتحتوي على فعلين زي ما قلنا كده اهو علي runs around the park every morning دي جملة، he is in pretty shape دي جملة برضو كاملة ربطناهم الاتنين بسو. ونيجي للنوع التاني من الأفعال أو من الجمل اللي ما ينفعش أكتفي بالسبجكت والverb. زي ما قلنا علي feeds, she wants, they went. قلنا طبعا لو سألت نفسك سؤال أو لو سمعت جملة علي feeds هتسأل نفسك feeds what؟ بيأكل إيه؟ she wants عايزة إيه؟ what؟ they went where؟
راحوا فين حتة؟ طبعا هتسأل نفسك الأسئلة دي. ما دام ما اكتفيتش بالجملة وسألت نفسي يبقى أنا هنا محتاجة حاجة اسمها complement، والcomplement هنا هتبقى جزء أساسي من الجملة. جزء أساسي من إيه؟ من الجملة عشان أكمل بيها المعنى أو أكمل بيها الفكرة اللي أنا عايزاها. وهيبقى هنا تركيب الجملة هيختلف. الجملة البسيطة هيبقى subject plus verb plus complement. طيب الكومبلمنت هنا السبجكت والفيرب احنا اتكلمنا عنهم قبل كده. طب الكومبلمنت هنا ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون كلمة واحدة noun مثلا، ممكن تكون adjective مثلا، ممكن تكون فعل صفة ممكن تكون ايه؟ صفة. ممكن تكون adverb حال أو ظرف. ممكن تكون كلمات أو عبارات. هنشوف دلوقتي. تعالى للأمثلة اللي احنا كاتبينها. بقول علي feeds. علي feeds ايه؟ ممكن أقول هنا the birds. علي feeds the birds. علي بيأكل الطيور. وهنا أقدر أحط نقطة. أقدر أحط ايه؟ نقطة وأقول هنا الجملة كاملة. خدنا جملة مثلا فعل like، قلنا she likes apples. هي بتحب التفاح. تمام، كملناها هنا بنون. أو she likes swimming فعل زائد ing. أو she likes to listen to music. هي بتحب أن تستمع إلى الإيه؟ الموسيقى. تمام، ناخد جملة من دول ونحولها، أو أي جملة اللي هي بتحتاج لكومبلمنت ونحولها لجملة معقدة. احنا اتفقنا إن الجملة المعقدة لازم تحتوي على رابط. لازم تحتوي على رابط وتحتوي على فعلين أو جزئين اتنين. هناخد مثلا she likes apples. هي بتحب الايه؟ التفاح. هي بتحب التفاح. ولكن هنا مثلا أنا هجيب رابط but، ولكن but she فعل جملة تانية بقى. she ايه؟ hardly ever حولناها لجملة معقدة. قلنا she likes apples but she hardly ever eats them. ولكن هي بالعافية بتاكلهم. هي بتحبهم وعلى الرغم من ذلك أو ولكن هي بصعوبة بتاكلهم. خلاص، وبكده طبعا أكون حولت الجملة البسيطة لجملة معقدة أو جملة مكونة من أكثر من جملة. ونرجع تاني نراجع بسرعة اللي احنا قلناه قبل كده. طبعا احنا قلنا أبسط حاجة أو أبسط جملة في اللغة الإنجليزية بتحتاج فعل أو هو الجملة الأمرية زي run زي left. احنا قلنا طبعا أبسط جملة في اللغة الإنجليزية هي الجملة الأمرية اللي هي عبارة عن فعل زي ما أقول run leave work. بس احنا طبعا لما بنكتب بنحتاج جملة طويلة مكونة من أكتر من كلمة. وطبعا قلنا أبسط جملة احنا خدناها اللي هي عبارة عن فاعل وفعل زي ما أقول علي runs. بس الشرط هنا إن الفعل نكتفي بيه أو يقضي الغرض أو يوصل المعلومة اللي أنا عايزة أقولها كاملة بدون ما أسأل نفسي أسئلة. زي ما قلنا علي runs. قلنا بقى الجملة زي دي بنطولها إزاي أو بنكبرها إزاي؟ ببدأ أضيف adverb. بقول علي runs around the park. ببدأ أضيف كمان معلومة علي runs around the park every morning. تمام. طيب عايزة أحولها من جملة بسيطة لجملة معقدة. لازم أعرف معنى الجملة المعقدة إيه. الcomplex sentence قلنا sentence with two parts. طبعا بجزئين اتنين two parts. two verbs بتحتوي على فعلين تحتوي على جزئين joined with a conjunction بيربطهم رابط. بيربطهم إيه؟ رابط. فبقول هنا علي runs around the park every morning so هنا الرابط اهو he is in pretty shape. تمام. طيب نيجي لجملة تانية بسيطة بس مش هقدر اكتفي بالفعل والفعل. دي الجملة اللي بتحتاج complement والcomplement بتبقى جزء اساسي من الجملة. بتبقى جزء اساسي من الايه؟ من الجملة. بقول علي feeds the birds. علي feeds the birds. علي بيأكل الطيور. she wants ايه؟ they went فين حتة. فطبعا هنا أنا محتاجة
كلام تاني علشان أكمل بيه الفكرة أو المعنى اللي أنا عايز أوصله. مثلا زي ما قلنا علي feeds the birds every day. علي feeds the birds هو بيأكل الطيور. تمام. عايزة بقى أنا أزود معلومة، هي لحد هنا كده جملة كاملة. أزود معلومة هقول every day. عايزة أزود كمان معلومة هقول in the morning، يبقى علي feeds the birds every day in the morning. تمام. طب عايزة أحولها لجملة معقدة، أحولها لجملة معقدة هجيب رابط أهون، بقول she likes apples. دي جملة كاملة اهي. طيب أحولها لجملة معقدة but she hardly ever eats them. she hardly ever eats them دي جملة كاملة برضو، ودي جملة جبنا الجملتين الاتنين حطينا بينهم رابط، أصبحت جملة واحدة جملة معقدة. تمام. وبكده طبعا كتابة الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن دي النواة لكتابة الباراجراف. دي النواة لكتابة الإيه؟ الباراجراف أو تكوين السؤال أو دي النواة لكتابة الباراجراف أو الترتيب أو إجابة سؤال القطعة اللي هي الأسئلة اللي بتيجي critical thinking. طبعا دي النواة أصلا في الكتابة عندي هي الجملة البسيطة، لحد بقى ما تبقى عايز تعبر عن ايه بجملة بسيطة جملة معقدة. واتمنى طبعا اكون وضحت تركيب الجملة بطريقة سهلة. ويا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تعمل لينا ان شاء الله عشان نستمر. واشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة. باي.